بتلعبيني بتلعبيني. كوباية النسكافيه كمية كافيين هتخليني اطبق لتاني يوم. هقفلك النهارده بإذن الله. تعب الشهر الله. 5 minutes later. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في شوكة العلوم. أنا محمد سيد ودي حلقة جديدة ويلا بينا نبدأ. طبعا الواحد تلاقيه بدأ بحماسه كده عشان واخد شوب قهوة والدنيا تمام فايق للحلقة. والنبي يا جماعة بس قبل ما نبدأ، الناس بتاع البن في عينيكي يغلب قهوتي والكلام ده يكونوا على جنب عشان نتكلم كلام علمي دلوقتي ومش ناقصة مخ. مبدئيا كده وقبل ما نبدأ خليني أقول لك إن إحنا محظوظين إن الكافيين دي مادة متداولة وعادي اللي أنت تجيبها وبالكميات اللي أنت عايزها، لأن كان في عصور ومعظم حضارات كان القهوة مثلا اللي هي أكتر مادة فيها كافيين كان ممنوع تداولها بين الناس. يعني تخيل يا صاحبي كده انت كنت في عصور بتروح تشتري قهوه، فاهم انت، تلاقي بقى ديلر بتاع قهوه بقى وتروح تاخد كوبايه وفاهم انت ونص كوبايه واصل معلش الحكومه شاده ومفيش، انت فاهم والله بكلمك بجد يا صاحبي. القهوه والكافيين كانت في عصور ممنوع تداولها، وده ليه؟ لان كان ليها سبب غامض ما بيعرفوش ازاي بتاثر على جسم الانسان، فعشان كده كان من الحاجات الممنوع بيعها زيها زي الكوكايين دلوقتي. ودي معلومه سبقت اللي انا قلتها لك، لان الكوكايين بيشبه في تفاعله زيه زي الكافيين بالظبط. فانت لو مدمن قهوه وشاي فانت زيك زي مدمن الكوكايين كده بالظبط. طبعا يا صاحبي مفيش شك ان انا وانت وكل الناس وحوالي نسبه مرعبه بتستخدم الكافيين. 90% من الناس حوالين العالم بتستخدم الكافيين بنسب معينه وبطرق مختلفه. لو انت فاكر ان الكافيين ده موجود في القهوه والنسكافيه والشاي بس يبقى انت غلطان. الكافيين ده موجود في حاجات كتيره قوي زي طبعا القهوه والشاي الناس عارفاه والنسكافيه، ولكن كمان موجود في الشوكولاته وفي بعض الادويه بيخش فيه حاجه مثلا زي الباراسيتامول بيخش معاها ماده الكافيين. الباراسيتامول ده بيعمل زي حاجه مسكنه ويخليك طول اليوم فايق. فاللي بيخليك في ايه بقى؟ الكافيين اللي موجود في العلاج. والنبي صاحبي دلوقتي انا عايز اتعالج، انا بشرب اكتر من 10 كوبايات قهوه وما بفوقش برضه. انا بقيت مدمن القهوه. ايه اللي بيخليني مدمن كده؟ وده السؤال. ايه اللي بيخليك مدمن القهوه؟ هل طعمها؟ لا مش طعمها خالص. الكافيين امر حاجه في الدنيا ممكن تدوقها، وده مش رايي ولا رايك ولا راي الناس، ده راي المستقبلات اللي بتبقى في لساننا اللي بتثبت ان امر حاجه ممكن ان انت تشربها هي الكافيين. وده لما تفتكر ان اول مره تشرب قهوه كان طعمها عامل ازاي، كانت مره ومش قادر ان انت تشربها، ولكن انت دلوقتي اخدت عليها واخدت على طعمها فبقك عادي. اثبات كمان ان النسكافيه والحاجات دي بيضاف عليها اللبن والسكر عشان يحلي طعمها ويظبطها، وانما لو خدت الكافيين كماده لوحدها فهي مره ومش هتقدر تشربها خالص. يعني مش طعمها يبقى اكيد فيروز. لما كنت باخد كوبايه القهوه والسجاره وبقعد في البلكونه والدنيا بتشتي واسمع بقى في ايام البرد، لا ايه يا صاحبي روق كده، مش الست فيروز خالص. لا طب في سبب تاني وهقوله لك دلوقتي، بس انت هتصبر عليا انا هقوله لك. خليني اعرفك ماده الكافيين بتعمل ايه. ماده الكافيين لما بتخش جسمك بتقف على مستقبلات موجوده في الدماغ وبتحل مكان ماده اسمها الادينوسين، والماده دي بتشبه التركيب الكيميائي بالظبط الكافيين بالصدفه البحته بيشبه نفس التركيب الكيميائي بتاعت الماده دي، فبيقف في مستقبلات الدماغ مكان الادينوسفين المسؤول عن النوم ودورات النوم وليه حاجات تانية بس مش موضوعنا دلوقتي. بالتالي الماده بتاعت الكافيين بتاخد مكان الادينوسين فبيخلي ما يقومش بدور، فانت يبان لك ان انت فايق ومش عايز تنام. يعني هو مش بيفوقك، لا هو يمنع الماده اللي بتخليك تنام انك تنام. الدماغ لما ما بتكونش عايزه تنام فبتفرز الادرينالين فده يخليك نشط اكتر وفايق اكتر. هيجي احد المشاهدين دلوقتي يقول لك ده انا بشرب كوبايه قهوه قد كده وبنام برضه، ده انا لسه ببقى مخلصها وبخش انام على طول. لان مش كل انسان بيشبه الانسان التاني، ولكن اغلب الناس بيمشي عليها ان الكافيين بتفوقه وان الماده دي فعلا بتفوق، ولكن ممكن من جسم التاني ما تعملش المفعول ده وما تشتغلش بالمفعول اللي المفروض تشتغل بيه. كمان اللي ماده الكافيين هي اول ماده بتاثر على الجهاز العصبي المركزي، وده مش موجود في اي ماده تانية. الكافيين ماده مهمه جدا في تصنيع العلاج،
وان اي علاج بيتضاف ليها ماده الكافيين بيزيد مفعوله لنسبه بتساوي 40%، وده نسبه كبيره. ده كلام موقع WebMD لما نشرت مقاله بعنوان روابط بين الصداع والكافيين. ده لان الكافيين بيخش في علاج الصداع النصفي، يعني علاجات الصداع النصفي بيبقى فيها ماده الكافيين، لان اثبتت دراسات حصلت سنه 2015 ان الكافيين بيمنع تدفق الدم للدماغ بنسبه بتصل ل 27%، فبتقلل الالم في الدماغ وبتخلي الواحد يعرف اللي هو يفوق. كمان الكافيين بيخش في صناعات تانية زي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لأن زي ما قلت لك هو بيخلي الإنسان مش عايز ينام وبيزيد نسبة الأدرينالين في الجسم فبيخليه يفوق. أما بالنسبة للآثار الجانبية للمستخدمين الكافيين من نسب عالية فهي كتير أوي ما تعدش، ولكن خليني أقول لك أهمهم. ومن أشهر الحاجات اللي بيعملها هو ارتفاع ضغط الدم، وإنك لو أول مرة تاخد الكافيين بنسبة عالية هيجيلك ارتفاع في ضغط الدم وهتتعب منه جامد، وخصوصا بقى لو أنت جسمك ضعيف ومش متعود عليه خالص. وكمان بيسبب ضربات سريعه في عضله القلب، بيخلي عضله القلب مش مستقره خالص مؤقتا، وده بيسبب مرض اسمه الرشفان الاذيني. والرشفان الاذيني ده معرض اللي هو يجي للناس اللي عندها قلب وبتاخد نسب كافيين، وكمان للناس اللي بتلعب رياضه وبتاخد مشروبات طاقه، وده مرض بيؤدي للوفاه. غير اثار جانبيه تانية كانت مذكوره ولو دخلت قريت عنها هتلاقي كتير زي القيء والعصبيه والترجيع وحاجات تاني كتير. لكن خليني اقول لك مش شرط عشان انت خدت الكافيين وبنسب عاليه انك يجيلك الاثار الجانبيه دي، زي لما بتاخد علاج وبتقرا النشره بتاعته وبتلاقي فيه اثار جانبيه. الاثار الجانبيه دي هي نسبه كبيره قوي ممكن تجيلك، ولكن بنسبه كبيره برضه ممكن ما تجيلكش. يعني في الاول وفي الاخر خلينا منعدلين في اي حاجه بنعملها في حياتنا ما نعملهاش اكتر من حد المطلوب ولا اقل من حد المطلوب، ننفذ القاعده صفر اللي قلت لك عليها. خليني اقول لك ان فنجان قهوتي هو مستودع اسراري الذي لا يخذلني حينما تتراكم في صدري اوجاع الحياه، فدفئه يحييني ورائحته تنعشني. انت كمان ما تنساش تعمل لايك ليا وشير لاسراري ورائحته، تعملوا سبسكرايب. معكم محمد السيد، فنجان قهوتي.